يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده. عملنا ايه النهارده يا ناهد؟ عملنا طاجن لسان عصفور. زمان كانت الاكله دي موفره، انما دلوقتي عليه العوض ومنه العوض. عملنا طاجن لسان عصفور بالكبد وبالقوانص، وعملنا في الجنب التاني كبد والقوانص بالتحابيش بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. كمان اهيت ودي. هاتي طاسه كده بقى وحطي لي فيها معلقه سمنه كده محترمه، او شويه زيت، عندك اي ماده دهنيه عندك حطيها، مفيش اي مشاكل. اول حاجه هننزل بيها هي القوانص، لانها بتاخد وقت شويه وبتنزل ميه برضو، بس بتاخد وقت شويه عن الكبد. فهننزل عندي تتشوح كده، وبعدين هنزل بالكبد عليها. طبعا الاكله دي زمان يعني كانوا بيسموها اكله الغلابه، انما دلوقتي ما بقتش اكله الغلابه ولا حاجه، او يا عيني الغلبان بيجي يجيبها برضه بيدفع فيها دم قلبه يعني. ما بقتش حاجه هنينه. كانت زمان كده كيلو الكبد والقوانص ده ب 38 جنيه ولا ب 30 جنيه، زمان اللي هو من 3 4 سنين. المهم شوحت الكبد والقوانص يا ولاد، وقمت نازله عليهم شوحت القوانص الاول ونزلت عليهم بالكبد. طبعا انا هعمل نوعين من الكبد. جبت دلوقتي كده بره، قطعت 3 بصلات كده كانوا عندي صغيرين. لو عندك بصل كبير هتقطعي 2 كفايه قوي. انا قطعت 4 لانهم كانوا صغيرين في الحجم. ينفع نشوح البصل الاول يا ناهد؟ ينفع طبعا، كله اذواق على حسب ما تحبي. في ناس بتحب الكرمل للبصل الاول وبعدين تنزل عليه بالحاجات دي، بالقوانص او الكبد. انا لا، هنزل الاول بالقوانص وبعدين الكبد، وبعدين هنزل عليهم بالبصل اللي قدامي ده. عندك طبعا كبة هيبقى احسن واحسن واحسن، بس لا، خلينا احنا نشتغل بايدينا. سامحوني عندي برد يا ولاد والله. قطعنا البصل، ننزل بقى عليه بالكبد والقوانص كده. على العين التانية ديت انا مولعه نار على حبه ميه عشان ما عنديش شوربه. انا هشوح حبه كبد وقوانص بالتحابيش بتاعتهم، ده اللي هو البصل والفلفل والطماطم، عادي خالص هياكلوها بالعيش. وفي الجنب التاني هعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. فانا ما عنديش شوربه، اعمل ايه؟ سخنت شويه ميه كده يغلوا، وعندك كيس مرق الدجاج حطي، عندك صلصه حطي، عندك اي حاجه حطي. انا عندي مرق الدجاج بس، هحطها على الميه دي بعد ما تغلي، وهنسقي بيها طاجن اللسان العصفور القمر اللي هنعمله دلوقتي. خليكي معايا يا فوزيه، اوعي تروحي كده ولا كده. يلا حطي لي لايك على الفيديو ده، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك يا ولاد. قطعت كده فصين توم محترمين، يا على الريحه بقى وعلى الجمال. التوم بيودي اي اكل في حته تانية. التوم بيخليكي كده في الاكله طايره طايره طايره. اه والله. كمان بيديكي مناعه في الشتاء اللي احنا فيه ده. دلوقتي انا غلطت غلطه يا ولاد، اوعوا تعملوه زيي. بيقول لك ايه؟ ان كان رزقك ضيق وسع له المعون. لا، ازاي يا بت تجيبي حله صغنونه ده وتشوحي فيها لسان العصفور؟ ينفع يعني؟ ما تجيبي صينيه كبيره كده محترمه. يلا بقى ما علينا. انا غلطت ان انا شوحت اللسان العصفور في الحله الصغنونه دي، اتحرق مني شويه. المهم شوحته يا ولاد، ونزلت عليه بالكبد والقوانص، وهنزل دلوقتي عليه بالشوربه. وهيدخل فين؟ هيدخل الفرن. يقعد كده تلت ساعة، بس تلت ساعة تاخدي أحلى طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص من إيد أم مسلم. الله عليك يا بنتي يا نهد وعلى عمايلك البيضة، تحفة والله العظيم. طاجن لسان عصفور ده تحفة تحفة تحفة. غطيته كده اهوت يا ولاد في الفويل، ونزلت عليه، وقمت حطاه في الفرن كده على درجة حرارة متوسطة، وبعدين شيلته وشغلت الشواية. هنا بقى هننزل بالتحابيش. في الجنب التاني نزلنا بالتحابيش بتاع الكبد والقوانص، فلفل وبصل وطماطم، واديله ادي وخليها كده تغلي وتدي مع بعضها. بعد ما حطيت التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وكمون، اي توابل عندك عايزه تحطيها حطيها، ما تستخسريش في نفسك يا فوزيه. بس كده. ولسان العصفور هيطلع دلوقتي حاجه قمر كده، قمر 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 وزي الفل. فرحي عيالك بيه. وبصوا ما كناش احنا بالعيش
بص بعد ما طلع من الفرن لا كلنا بعد ما لسان بارد. العصفور بس، ده هو القمر الطبر وبيشبع وزي الفل. والناس التانيين يا ولاد اللي كانوا معانا كانوا ايه؟ كانوا الكبد والقوانص بالعيش. يلا بلخبط النهارده في الفيديو بس تعبانه وعندي برد. الف هنا وشفا على قلوبنا وقلوبنا.